تعالوا بقى نعمل الزلابية مع بعض بأنجح وأسهل طريقة. مقادير متوفرة في البيت. تطلع معايا الزلابية مقرمشة من بره وطرية ومستوية من جوه كده. تعالوا بقى نشوف الطريقة ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة هنحتاج كوبايتين مية دافية، لازم المية تكون دافية، ومعلقتين كبار خميرة فورية، وياريت نختار نوع خميرة كويس علشان لو الخميرة اشتغلت واتفعلت معانا هي دي اللي هتطلع الزلابية مظبوطة جدا. و5 معالق كبار مليانين سكر عادي او سكر بودرة، اهم حاجة ان احنا نقلبه كويس لحد ما يدوب خالص. ومعلقتين كبار زيت، والزيت يكون نوع نضيف مش اللي هو له ريحة خالص علشان يطلع الزلابية طعمها حلو وملهاش ريحة خالص. هنبدأ ان احنا نقلب كويس اوي لحد ما نتأكد ان السكر والخميرة دابوا قوي. اول ما نتأكد ان الخميرة والسكر دابوا هنبدأ ننزل عليهم الدقيق بالتدريج كده. نزلت بأول كوباية، ويكون الدقيق متعدد الاستخدامات ونوعه كويس. تاني كوباية دقيق، وتالت كوباية دقيق. وافضل ان انا اقلب كويس اوي الدقيق، واشوف لو الخميرة او العجينة محتاجة تاني بنزل لها دقيق، لو مش محتاجة خلاص بوقف على كده. واوريكم السمك اللي في الاخر ان احنا محتاجينه. لقيتها محتاجة دقيق تاني، نزلت نص كوباية دقيق كمان، يبقى كده استخدمنا 3 كوبايات ونص دقيق. والدقيق يكون متعدد الاستخدامات. اهم حاجة في الوصفة ان الخميرة تكون نوعها كويس. لو الخميرة اشتغلت كويس معاكم وكده خلاص الزلابية هتبقى ناجحة. شايفين القوام؟ هو ده القوام اللي احنا طالبينه. هنبدأ ان احنا نغطيها ونسيبها على جنب نص ساعة كاملين لحد ما الخميرة تبدأ ان هي تشتغل ويتضاعف حجمها. هوريكم بقى شايفين اتضاعفت قد ايه. اتضاعفت مرتين كده حجم اللي احنا كنا سايبينه تخمر بيه. هنحتاج بقى كيس يكون نضيف في اول مرة نستخدمه، وهننزل كل العجينة اللي معايا في قلب الكيس. اهم حاجة الكيس يكون نضيف اول مرة نستخدمه. هبدأ بقى ان انا انزل كل الخليط اللي معايا فوق. هبدأ ان انا انزله كده لتحت، واطلع الفراغ اللي في الكيس هطلعه كويس قوي. وابدأ بقى ان انا من تحت كده اعمل له فتحة. وهنحتاج بقى زيت يكون غزير، يكون مرتفع، ويكون سخن جدا. الزيت يكون سخن جدا، ونبدأ ان احنا بايدينا كده ننزل قطعة وننزلها في الزيت، قطعة صغيرة لانها بتكبر حجمها في الزيت. اهم حاجة الزيت يكون سخن واحنا بننزل الزلابية. نبدأ ان احنا نشكلها بايدينا كده علشان تطلع كويسة. لو مش عاوزين تشكلوا بايديكوا عندكم مكنة زلابية تمام يبقى احسن. اول ما ننزلها كده على نار عالية خالص علشان ما تشربش زيت. لا احنا اول ما ننزلها كده تبدأ ان هي تاخد لون بنطلعها على طول. اهم حاجة على نار عالية، ما نهديش النار خالص علشان ما تشربش زيت. هي اول ما ننزلها في النار وتبدأ ان هي تاخد لون احمر كده بطلعها على طول. واعمل كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، والحجم اللي انتوا حابينه اعملوه، بس هي بتزيد شوية عن الحجم اللي انتوا بتطلعوه بيه. بعد كده خلصت خلاص كل الكمية اللي معايا، كانت مقرمشة جدا من بره مستوية من جوه طرية. انا عملت هنا شربات بقى 2 سكر وكوبايتين مية وكيسين فانيليا، وفضلت اقلب لحد ما القوام بدأ يتقل شوية ويغلي على النار. طفيت عليه وبس كده. بدأت بقى ان انا اخد الزلابية كده وانزلها في الشربات واطلعها واصفيها كويس اوي واحطها في طبق. وباقي الكمية عملتها بالسكر البودرة. انا حبيت بصراحة طعم السكر البودرة اكتر من الشربات، فلو انتوا حابين تعملوا احسن تعملوه بالسكر البودرة، او لو انتوا حابين الشربات زي ما انتوا حابين. انا عملت نص الكمية بالشربات ونص الكمية التانية حطيت عليه سكر بودرة. دي الكمية اللي انا حطيت عليها سكر بودرة، وباقي الكمية عملتها بالشربات بس.